السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة دواجن مصر مع اليوم ال15 من عمر الفراخ. وعندنا حلقة مهمة جدا وحلقة جبارة عشان بدايل العلف الطبيعية الغير مكلفة للفراخ البيضاء وفراخ التسمين والبط والأرانب والمعيز والخرفان والمواشي وجميع أنواع الطيور والحيوانات اللي هي بتتغذى على العلف. النهارده عندنا بديل قوي للعلف وهو الأزولة. نبات الأزولة يعتبر نبات الأزولة من ضمن الإضافات الممتازة جدا عشان يعتبر بديل قوي للعلف. نبات الأزولة يعتبر بديل ممتاز للعلف، بيوفر وبيسمن، ونسبة البروتين فيه بتوصل ل 35%. نسبة البروتين في الأزولة بتوصل ل 35%. احنا جايبين أزولة النهاردة عشان نوري الناس فوائد الأزولة ومميزات الأزولة في تربية الفراخ وفي تسمين الفراخ البيضاء. الأزولة طبعا يعتبر النهاردة بديل للعلف عشان بيقلل التكلفة، وتكلفة العلف بتوصل ل 70% من إجمالي تكلفة الدورة بصفة عامة. وطبعا لما يكون العلف بيغلى بترتفع معاه طبعا جميع أنواع أسعار اللحوم والطيور والفراخ، وبصفة عامة طبعا كل الناس بتحاول تدور على بدايل العلف بسعر رخيص، وطبعا يكون آمن ويكون كويس ويكون بيوفر ولو جزء بسيط من العلف، ولو حتى وطبعا البديل لازم يكون بيصلح كعلف للتربية بصفة عامة، وما يكونش كمان في مشاكل، ويكون في جميع أنواع الاستفادة من العلف اللي احنا بنجيبه. طبعا الدراسات كلها قالت ان نبات الأزولة له إمكانية استخدام طبعا في جميع أنواع وتغذية جميع أنواع الفراخ والطيور والحيوانات بصفة خاصة طبعا، وخصوصا الفراخ بتاعة التسمين، لأن طبعا نبات الأزولة اللي احنا بنشوفه دلوقتي، نبات الأزولة ده يعتبر نبات سريع النمو جدا، بينمو ويكبر على سطح المية العذبة. يعني في ناس بتستخدمه وبتزرعه في الأراضي اللي بيتزرع فيها رز، نبات الأزولة، لأن طبعا وبيتزرع في أماكن كتير، وممكن يتزرع في أحواض طبعا من ضمن الأحواض اللي بتتزرع اللي بتتحط فيها المية وبيتزرع فيها، وطبعا اللي هي المية العذبة طبعا، وممكن يتزرع في أماكن زراعة الرز زي ما قلنا، وبنستخدمه كعلف وبديل للأعلاف بنسبة 50%. لو احنا عندنا كيلو من العلف ده بنحط عليه نص كيلو، لو احنا عندنا كيلو من العلف ده بنحط عليه نص كيلو من الأزولة. الأزولة ده نبات الأزولة يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتفيد جدا، وطبعا بيفيد بصفة خاصة طبعا للفراخ وفراخ التسمين والفراخ البيضاء، وطبعا للبط وجميع أنواع الطيور. وطبعا لما بتضيفه للعلف النبات الأزولة لما بتضيفه للعلف طبعا بيزود كمية الصفار في البيضة، وكمان بيزود سمك قشرة البيض. وبالنسبة طبعا للبقر بتزود إنتاج اللبن للبقر بنسبة أكثر من 20%. وطبعا نبات الأزولة ده بنجيب التقاوي منه ممكن من وزارة الزراعة أو من مركز البحوث أو من أي حتة زي ديت. وطبعا زراعته سهلة جدا وبسيطة جدا، وفيه كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الفراخ. وطبعا في بس نقص في الميسونين والليسين اللي هم مجموعة الفيتامينات اللي بتكون في الأحماض الأمينية. وطبعا زي ما احنا بنقول زراعة الأزولة ممكن تزرعها بسهولة جدا في اطباق او في اي حاجة، وهنعمل لكم حلقة ان شاء الله عن ازاي تزرع الأزولة في قلب الاحواض ديت او في الاطباق البلاستيك او في اي اطباق. وبالنسبة للبروتين الموجود في نبات الأزولة بيعتبر حوالي 35%، يعني نسبة الفيتامينات والأملاح المعدنية ونسبة البروتين فيه عالية جدا. أما بالنسبة بقى لو أنت عايز تخلط الأزولة مع العلف، لو أنت عايز تعمل 10 كيلو وما تدخلش فيهم علف، ممكن تحط حوالي 5 كيلو أزولة، 5 كيلو أزولة من ده
من دهوت 5 كيلو ازولا، هتحط 5 كيلو ازولا وكيلو رده وكيلو تشيش ذره وكيلو عيش ناشف وكيلو املاح معدنيه او مخلوط املاح معدنيه، وممكن تحط معاه كمان كيلو كسر فول او بودره بلاط وبودره بلاط برضو او حجر جيري، وتحط معاه كيلو من العلف نفسه ده. اما انك انت لو عايز ما تحطش المخلوط بتاع الاملاح المعدنيه والفيتامينات وكسر الفول والحاجات ديت، فهتحط نسبه 50% من العلف. يعني هتحط من الازولا مثلا احنا بنعمل 10 كيلو كل يوم، مثلا الفراخ بتاكل 10 كيلو، هنحط 5 كيلو ازولا و5 كيلو علف، ونفركهم مع بعض ونقلبهم مع بعض زي كده، وتقلبهم كويس. طبعا كل ما ينشف الازولا، انا جايبه بقاله 3 ايام طالع ماشي، يكاد يكون احنا بنعرف نفركه. كل طبعا ما بتنشره ويتاكل ناشف بيبقى فوائده افضل ونسبه البروتين فيه اعلى ان شاء الله. الازولا نبات سهل التربيه او سهل الزراعه. طبعا الازولا من ضمن الحاجات اللي هي بتزود نسبه البروتين في قلب العلف. طبعا احنا النهارده جايبين حاجه جديده اللي هي الازولا بنجربها، بتمنى الاضافه تكون بتعجبكم، بتمنى الخلطه اللي احنا جايبينها او الوصفه اللي احنا جايبينها كنبات الازولا تحوز على اعجابكم. بتمنى لكم كل الخير، بتمنى لكم دايما ان كل الناس ربنا يكرمها في الدوره بتاعتها وتطلع دوره افضل دوره على خير. ادي الفراخ بعد ما حطينا نبات الازولا اهوت، بعد ما حطينا الاكل في العلافات كلها هيت اهوت. طبعا ادي اقبال الفراخ، طبعا زي ما انتم شايفين ادي الفراخ بسم الله ما شاء الله، اقبال الفراخ على الازولا اهوت. طبعا احنا لا جوعنا الفراخ ولا عملنا الفراخ، احنا شلنا الاكل وحطينا الخلطه عليه وحطينا الاكل للفراخ تاكل. وطبعا زي ما انتم شايفين اهوت ادي اقبال الفراخ. وطبعا كل فرخه بتاكل حته ازولا بتجري وبتجري وبتنبسط بيها. وطبعا زي ما انتم شايفين اهوت ادي اقبال الفراخ، والفراخ كلها بدات تهجم على الازولا. يعني من ضمن الحاجات المغذيه جدا والحاجات الكويسه جدا اللي انت ممكن تستخدمها في الدوره بتاعتك لتسمين الفراخ. وطبعا زراعة الازولا زي ما احنا بنقول سهلة جدا، زراعة الازولا ممتازة، زراعة الازولا تعتبر ما فيهاش اي حاجة صعبة جدا. مجرد انك انت بتجيب حوض مية او جردل مية او طبق مية وبتحط فيه المية وترش على وشه الازولا. طبعا كل متر من المية او كل متر مسطح من المية، يعني طبق فيه تقريبا متر يعني او متر الا شويه، بياخد كيلو ازولا. وطبعا من ضمن الحاجات ان هو نموه سريع جدا، نموه جميل جدا. وطبعا ممكن بعد 4 ايام من زراعته ممكن تشيل ربعه وتلاقيه انت بتزرع مره واحده وهو بيزيد كل يوم بفضل الله. وطبعا الناس اللي بتزرع فدان او بتزرع حاجات زي كده وبتزرع نسبه كبيره من الارض والحاجات ديت، طبعا الازولا ديت طبعا في اليوم الواحد الفدان بيجيب طن ازولا، في اليوم الواحد الفدان بيجيب طن ازولا، في الشهر الفدان بيجيب حوالي 30 طن ازولا او 40 طن ازولا. وطبعا ده طبعا في الشهر، يعني في اليوم الواحد طن ازولا. شايف ادي طبعا صوت الفراخ عالي جامد عشان الجري اهوت زي ما انتم شايفين. انا بنقل لكم ودي اول مره احط لهم ازولا. ادي الفراخ الحمد لله بدات تجري ناحيه الاكل، وادي الفراخ بدات ان هي مبسوطه بالازولا. وطبعا يعتبر غذاء شهي جدا للفراخ. ادي هنا برضو تحت اهوت الفراخ بتجري والفراخ بتنتش الازولا وبتاكل. لقيته طعمه حلو ولقيته حاجه كويسه. طبعا من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي بتوفر معاك في العلف وفي استهلاك العلف، وبتعمل معاك نوع من الإضافة الحلوة للكتاكيت أو الفراخ البيضة. بتمنى لكم كل الخير. معاكم خالد عبد العليم من قناة دواجن مصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.